السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أبارك لجماهير الأهلي الأوفياء على فوز النهاردة، الفوز المهم قبل كأس العالم على فريق البنك الأهلي. ومحمد شريف فرحنا النهاردة وجاب الجون، وماتش الفات جاب الجونين. محمد شريف أنا قلت رجع بعد الجونين اللي جابهم في الزمالك. محمد شريف رجع خلاص. أه وهارد لك للزمالك النهارده اتغلب من غزل المحله. الناس طبعا على الصفحه عندي هيفتكروني انا مخاوي، لا والله انا قايل. يعني انا بشوف ماتشات الدوري المصري ومتابع. انا قايل الزمالك جريح وهيلعب نفسه مكسوره قدام غزل المحله. فاللعيبه النهارده في الزمالك كانت بتلعب من غير روح، لعب عشوائي ما يليقش بنادي الزمالك، نادي كبير ونادي عريق طبعا. فانا والله زعلان نفسي الزمالك يلعب تاني ويرجع ويفوق واللعبة تصحصح شويه. الزمالك النهارده قلت انا يعني هيلعب قدام غزل المحله. غزل المحله فايقه. اخر ماتش متعادله واللي قبليه كانت فايزه 1-0 على انبي. فغزل المحله فايقه شويه. فهنقول هارد لك للزمالك، وان شاء الله الجاي احسن. بس هم مش هيطلعوا برا المركز الخامس السادس. اما بالنسبه للنادي الاهلي مع كاس العالم يوم 1/2 باذن الله هنلعب اوكلاند سيتي الساعه 6 باذن الله. يعني الاهلي يستعد كويس، اللعيبه تبقى رجاله. نلاعب اوكلاند سيتي ماتش عالمي، وان شاء الله باذن الله نعمل معاهم نتيجه حلوه. في بعض الناس بتقابلني بتقول لي يعني لما انزل فيديو قبل الماتش بيستنوا الفيديو عشان خاطر يعني ايه، بيعرفوا ان شاء الله الاهلي هيفوز يعني وكده. يعني باذن الله انا يعني متابع جيد للدوري المصري وعارف اللي لعيبه الاهلي فايقه اللي من دول، وان شاء الله خير. اتمنى من رجالتي على صفحه تيك توك ان تتابعني على اليوتيوب، الرابط على الصفحه فوق. يا ريت يعني اخواتي اللي على الصفحه يتابعوني على اليوتيوب، يعملوا لي اشتراك على القناه. وباذن الله باذن الله رجاله الاهلي ورا النادي، وان شاء الله الاهلي يعمل شغل عالي في كاس العالم ويفرحنا باذن الله بمستوى احسن من الثالث اللي بناخدوه على طول ده، والدوري في جيبنا الصغير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.